اكيد لو انت شغال خدمة عملاء في المبيعات او الادارة، فاكيد ان الايميلات والرد على الايميلات جزء كبير قوي من يومك. بس المشكلة ديت مع ان دلوقتي بقى ليها حل في الورك فلو اللي احنا بنبص عليه. ان مش مجرد ريبورت بيبدأ يرد على الايميلات، لا ده بيفهم نوع الايميل ويحلله ويجهزك رد محترم زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي رسالة، نتيجة ان منتج مثلا في مشكلة، فنبدأ نشوف ازاي ان هيبدأ يتعامل معاه من خلال الورك فلو دي. لو بصينا هنا هنلاقي ان هو اول حاجة بدأ يتريجر الايميل ذات نفسه اللي هو الجيميل، ويسحب منه الايميل اللي هو موجود. وبعد كده بدأ يرخص الايميل، وبعد كده بدأ ان هو يريبلاي على الايميل ذات نفسه. وفي الخطوة اللي بعديها بدأ يعمل لك زي يبعت ابروفر للشخص المسؤول على الايميل، يوري له الايميل والرد بتاعه، ويبدأ ياخد منه الابروفد ان هو يريبلاي على الميل ذات نفسه. يعني تعال نبص هنا، دي كانت الرسالة هي اللي جات لنا، وده الرد اللي هو بتاع الاي اي. طبعا الشخص المسؤول او الشخص اللي ماسك المبيعات هو يا دوبك بس هيبص على الايميل ويبص على الرد بتاعه. لو عجبه الرد بتاع الاي اي اللي هو بنسبة كبيرة هيعجبه اساسا، يبدأ يقول له ايه ابروفد عليه. اول ما بيتاخد الرد دوت ان هو ابروفر، بيبدأ يرجع يكمل الورك فلو. تمام، كمل الورك فلو هو. وبعت بعد كده الايميل، لو بصينا هنا اهو. تمام، ايوه هو ده الريبلاي بتاع الايميل. عامة الورك فلو هتلاقيها موجودة عندك في الديسكريبشن. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك. اكيد لو وقف قدامك اي حاجة تواصل معايا.